جربت اكون مدمن على الدراسه لمده 7 ايام. في 2017 كنت في تانية وما كنتش بذاكر خالص، كنت مركز في الانشطه الطلابيه والمسرح والكورسات، لكن كان لازم اغير كل ده لان كان لازم علي اجيب جيد جدا علشان اكمل في المدينه الجامعيه. وبالفعل تحولت من شخص مش عارف يذاكر 10 دقائق على بعض لشخص بيذاكر اكتر من 8 ساعات. وتعال اقول لك ازاي. لكن قبل ما ابدا، دي مش نصايح، انا بغير وعيك، لان انت مش السبب في عدم قدرتك على المذاكره. كرهك للدراسه وانك مش بتقدر تذاكر نص ساعه كامله، ده يرجع لعلم الاعصاب، لان انت ببساطه مش فاهم دماغك بيشتغل ازاي. فتعال نفك الشفره ونعيد برمجه دماغك. والفيديو ده منقسم لجزئين. الجزء الاول اعاده ضبط المصنع. شوف يا صاحبي، سنه 1954 في عالمين اسمهم ميلنر واولدز، الاثنين دول عملوا تجربه خطيره على الفئران. جابوا فئران ووصلوها بجهاز كهرباء في مناطق المكافاه في دماغهم، والفئران لما تضغط على زر معين بتحفز عندها جزء المكافاه في الدماغ. والصدمه بقى ان الفئران بقت تضغط بشكل مستمر بدون توقف لغايه ما ماتت من الجوع والعطش. الكلام ده خطير وركز جدا. يعني الفئران ركزت على جزء المكافاه اكتر من اساسيات الحياه، الاكل والشرب. نظام المكافاه ده بيشتغل عن طريق هرمون بيتفرز في الدماغ اسمه الدوبامين. ده الهرمون ده بيحفزنا ان احنا نروح نحصل على المكافاه، نحصل على المتعه. امسك لي بقى في الهرمون ده الدوبامين ده بنحصل عليه من مصدرين: مصدر سهل سريع رخيص زي الزباله حرفيا، ومصدر صعب وقليل زي الذهب. انا وانت عاوزين دوبامين تحصل عليه لما تسمع فيديوهات قصيره، كل شويه تطلع لك بنت بترقص، نكته، حيوان، معلومه مضحكه بشكل لذيذ. كل ده بيحفز نقاط الدوبامين وبيخليها توصل للسما. لكن على العكس المذاكره بتعمل مجهود ومحتاج وقت عشان توصل للدوبامين. مدح الاهل، مدح المدرس، مدح الاصدقاء. عقلك ببساطه مستسهل الدوبامين الرخيص اللي بيجي بسهوله احنا ونايمين، وبيستصعب الدوبامين الغالي اللي بيجي بعد مجهود وتعب. وده بالظبط اللي بيحصل معاك. انت اول ما بتصحى من النوم بتمسك الموبايل، مستوى الدوبامين بيوصل للسما، فبتيجي تسيب الموبايل علشان تذاكر او تشتغل، فالدوبامين يوصل لمستوى قليل جدا. عقلك مش عاوز يشتغل، عقلك رافض يتعب علشان يوصل للدوبامين. ما انا بوصل له بسهوله، اعمل مجهود ليه؟ فيبتدي يقاوم معك. وعلشان تغير حياتك لازم تصحح مستوى الدوبامين بتاعك، ولازم تعمل صيام عن الدوبامين الرخيص الكتير الزباله. اعمل 3 قواعد لنفسك. رقم 1، مش هسمع فيديوهات لغايه بعد العشاء. طول الفتره دي انا بعمل حاجات لحياتي انا بعيدا من الموبايل، وبعد كده مكافاه ان انا عملت الشغل بتاعي والمذاكره هسمع الفيديوهات. رقم 2، مش هاكل اي حاجات فيها سكريات عاليه او املاح عاليه او دهون عاليه. الدوبامين بيتفرز عن طريق السكر والاملاح والحاجات دي، وعشان كده الشركات بتستثمر مليارات في المواد الغذائيه دي علشان بتخليك مدمن على الدوبامين. ثالث حاجه الاباحيه. اكتر حاجه بتزود الدوبامين وبتخليه يوصل للسما الاباحيه والعاده السريه. بطلها فورا وهتلاقي نفسك تلقائيا بتعمل الحاجات المفيده. تلاقي نفسك بتقرا، بتعمل رياضه، بتذاكر. في الاول هتحس بمقاومه وتعب، وده لان انت مدمن على الدوبامين الرخيص. فلازم تقوم من نفسك وتمنع كل الكلام ده. اغلب الفيديوهات بتوقف لغايه هنا، صيام الدوبامين. ولكن انا هقول لك على ازاي تحب المذاكره، ودي قصه انا عشتها بالفعل. لما كنت في ثالثه ثانوي كنت بكره اللغات وبحب المواد الادبيه، وعشان كده جبت 60 من 60 في الجغرافيا، 60 من 60 في التاريخ، كفلت في الفلسفه، في علم النفس، وجبت درجات قليله جدا في اللغات. فلو عرفت السر اللي هقوله لك دلوقتي كان زماني من اوائل الجمهوريه، لاني بعد كده اتعلمت انجليزي في 45 يوم، وصلت الليفل B1. فهقول لك ازاي تحب الماده اصلا وتعشق الدراسه وتدمنها، وكلها بنفس المفهوم الدوبامين. وده اللي قعدت ساعات ادرسه علشان اطبقه في الكورس بتاعي سر الطالب الاول، وعملت وصفه سحريه لاي حد عاوز يستمر ويكمل طول السنه في الدراسه بدون ملل او زهق او تعب. وهقول لك على 3 طرق بس منهم. رقم 1، حدد اهداف بسيطه. اعمل اهداف مصغره في اول اليوم. انا هذاكر لمده 5 دقائق، هقرا الجزئيه دي بس من الصفحه، هذاكر صفحه بس، هحفظ 10 كلمات من الانجليزي. بعد ما تخلص الهدف بتاعك اعمل علامه صح. ده بيديك دفعه من الدوبامين في بدايه اليوم. احنا بنحفز العقل وبننشطه. مذاكره حلوه بتدينا دوبامين وسهله. ثاني حاجه، اعمل عاده محببه مع المذاكره. يعني مثلا انا بحب اشرب ايس كوفي، اجيب الايس كوفي وانا بشتغل وبشرب، بقول لدماغي لما بتشتغل بتشرب المشروب المفضل ليك، لما بتذاكر بتعمل الحاجه اللي بتحبها. فالمذاكره جميله وممتعه، حبها علشان في حاجات تانية بنعملها حلوه معاها. اي نشاط بتحب تعمله اعمله انت وبتذاكر. ثالث واخر حاجه، حولها لتحدي. احنا بنحب التحديات، بنحب الحاجه الصعبه، بنحب نسمع تحديات مستر بيس. فقول انا هذاكر الدرس ده في نص ساعه، انا هحفظ الجزئيه دي في 45 دقيقه، واظبط المنبه وابتدي التحدي. وده النظام اللي بيستخدموه في الالعاب، بيحطوا لك وقت علشان تعدي المهمه دي، او يحطوا لك بعض الصعوبات او كده بيخلوه تحدي. لكن قبل ما تطبق الموضوع ده خلي التحدي في مقدوره. يعني انت ممكن تذاكر الدرس ده في ساعه، قول انا هذاكره في 45 دقيقه. ما تصعبش التحدي بطريقه فجه بحيث لو فشلت تحبط. تمام؟ ركز في الحته دي، طبق الحاجات اللي انا قلت لك عليها، وهتيجي تاني تقول لي انا غيرت حياتي ازاي. لكن للاسف الطلبه بتذاكر غلط وبتضيع مجهود كبير على الفاضي. وعشان كده الفيديو اللي وراه هقول لك اشهر كذبه في المذاكره واللي بتضيع مجهود 90% من الطلاب. الفيديو القادم ان شاء الله.